السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصايب واحد العصير بالتفاح وحامضه وحده. كيجي غزال، كيجي منعش، كيجي روعه. الناس اللي مجربينه غادي يعرفوا علاش كنهضر. كنقشر ديك الحامضه وكنحاول نحيد لها داك البيض ديالها، ما نخليش بزاف باش ما يطلقش المروريه، ونقطعها ونحيد لها كلشي دوك العظيمات اللي فيها باش ما يعطوناش ديك المروريه في العصير. غنقطعها بحال هكا ونقع من دوك العلفات ولا العظومه ولا كل واحد شنو كيقول ليه. وغندوز للتفاح حتى هو غادي نقشرو، نحيدو القشره ديالو ونقطعو. ومن بعد غادي نجبد خلاط كهربائي مونينيكس ونقطع فيها هذاك التفاح. والماء غادي يجي عندي غليان، الماء طيب. هو السر ديال هاد العصير باش كيجي زوين. وعندي السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. ومن بعد كنحط داك التفاح وكنخوي عليه الماء طيب طيب. راه شوفوا كيفاش كطلع داك البخار منه باش كيعطينا ديك الختوريه في هاد العصير. كنزيد عليه السكر ومن بعد كنضيف عليه الحامض حتى هو ونخلط كل شيء. وغادي نطحنهم ونصفيهم شي مصفات باش ما يخرجوش لنا دوك الشوائب اللي فيه ويبقاو يديروا نجينا هكا في العصير. والعصير ديالنا هو غيوجد. وهاد هاد الحراره هذه اللي بدات كتبغي السوائل بزاف، وهذا اقتصادي وفي متناول الجميع. هذاك التفاح ما كبيرش بزاف، غير متوسط صغير. وانتم على حسب الكميه وعلى حسب الناس اللي كاينين. جوج حامضات راه كافيين، والتفاح راه يعطيكم. انا راه عطاني 2 لتر ديال العصير. ورمضان كريم وبصحه فطوركم.